عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في الفيديو ده حبايبي هقول لكم على حاجات كان نفسي اعرفها من زمان، كان نفسي حد يقولها لي من زمان. لو كنت عرفتهم كان هيوفر عليا كتير قوي، فحبيت ان انا اجمع لكم الحاجات دي كده واقوله لكم باذن الله في الفيديو ده. اول حاجه كان نفسي حد يقول لي ان انا ما عنديش كل الوقت اللي في الدنيا، او ان انا المفروض ان انا اقدر قيمه الوقت، لان اكتر ناس بتنجز في يومها هي اكتر ناس مشغوله، اكتر ناس وقتها محدود. لكن انا بقى لما احس ان انا عندي وقت كتير قوي، كل الوقت اللي في الدنيا، فبالتالي هتعامل على الاساس ده. هيبقى مثلا ورايا كذا وكذا وكذا، بس انا حاسه ان انا عندي وقت كتير قوي، فمش مهم بقى ان الحاجات دي تخلص دلوقتي، ممكن بقى تخلص بعدين، بكره، بعده، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي. ليه؟ عشان انا عندي وقت كتير قوي. ففي الاخر بقى هلاقي نفسي ما عملتش اي حاجه، فعدم تقدير الوقت ده هيخليني ما اعملش اي حاجه رغم ان انا عندي وقت كتير. فمهم جدا، مهم جدا ان انتي تبقي عارفه انا هبتدي الحاجه دي امتى واخلصها امتى، عشان الموضوع ما يتمددش معاكي. لان انتي لو عارفه ان انتي محكومه بوقت، في وقت محدود، هبتدي كذا وهخلص كذا، فبالتالي هتشتغلي بنشاط وهمه جدا. زي الامتحان كده بالظبط، انا ببقى عارفه ان انا في الامتحان هبتدي الساعه كذا وهخلص الساعه كذا، فبالتالي مش بنام بقى، مش هنام على كل سؤال، لا، هنجز وهخلص. ففعلا الفرق بين الشخص اللي بينجز واللي ما بينجزش حاجه في يومه مش ان ده عنده وقت وده ما عندهوش، لا، هو الفكره بس ان حد بيقدر قيمه الوقت وحد ما بيقدرهوش. انا قعدت كتير جدا في حياتي مش مقدرة قيمة وقتي، مش بلزم نفسي بأي حاجة في وقت محدد، فبالتالي اكتشفت ان انا مش بنجز اي حاجة في يومي. وحاولوا على قد ما تقدروا ابعدوا كده عن الموبايل كام ساعة كده في يومكم، حاولوا كده ابعدوه عن عينكم، ما تعملوش مثلا سايلنت او كده، لا، يعني عشان لو حد عاسكوا في حاجة او كده، ولكن ابعدوه عن عينيكم واكتبوا بقى الحاجات اللي انتوا عايزين تنجزوها في الوقت ده. يعني انا ممكن امسك الموبايل بالثلاث والاربع ساعات وما بقاش حاسة ان انا الوقت اللي انا بضيعه ده انا ممكن انجز فيه حاجات كتيرة جدا. بس لما بقيت بقى بحط الموبايل في حتة بعيدة عني وحدد انا هنجز ايه في الوقت ده، بقيت بحس فعلا ان ده وقت كتير جدا، وان انا يعني انا ممكن اعمل حاجات كتيرة قوي في الوقت ده. فبجد حاولوا على قد ما تقدروا انكم تعملوا كده يوميا، تبعدوا الموبايل عنكم كام ساعة وتحددوا انتوا هتنجزوا ايه في الوقت ده. بجد هيفرق معاكم جدا، سواء بقى عايزين تخلصوا مذاكرة، شغل عايزين تخلصوه، وراكوا حاجة في البيت عايزين تعملوها، هيفرق جدا. تاني بوينت وهي ان انا لازم احتفظ بصورة كويسة لنفسي. كل الحاجات اللي انا بعملها، كل العادات اللي انا بلتزم بيها او ما بلتزمش بيها، سواء كويسة او مش كويسة، مرتبطة بنظرتي لنفسي ومرتبطة بأنا شايفة نفسي ازاي. يعني مثلا لو انا شايفة نفسي هيلثي او ان انا مثلا باكل صحي، دي حاجة انا هبقى فخورة بيها، دي حاجة انا هبقى شايفاها جزء مني، فبالتالي هفضل محافظة عليها. الحاجة اللي بتخلي اي انسان يحافظ على عادة معينة هو انه يشوف انها جزء منه، جزء من هويته. لكن بقى لو انا نظرتي لنفسي او الطريقة اللي انا شايفة نفسي بيها ان انا انسانة مش ملتزمة وان انا مش هعرف احافظ على عادة معينة، فبالتالي عمري ما هعرف احافظ عليها. وكل الحاجات اللي انا بحاول احسنها في حياتي وبحاول ان انا احافظ عليها هتفضل ملخبطة لحد ما اعتبرها جزء من هويتي، جزء من الطريقة اللي انا شايفة نفسي بيها. وممكن مثلا تحصل ظروف وان انا مثلا ما اقدرش ان انا التزم بالعادة دي مثلا يومين ثلاثة، بس اللي يخليني فعلا في المدى البعيد ان انا افشل في ان انا التزم بعادة معينة هي ان انا صورتي عن نفسي واقفة في طريقي. الطريقة دي تقدر تستخدمها في صالحك وتقدر تستخدمها ضدك برضو. يعني مثلا لو انت شايف نفسك شخص فاشل، فبالتالي عمرك ما هتنجح، لان انت شايف ان الفشل ده جزء منك، دي طبيعتك انك فاشل وانك بتفشل في اي حاجة تدخلها. لما انت تشوف انك فاشل عمرك ما هتحاول ان انت تنجح،
النقطة اللي بعدها وهي انكم ما تسيبوش مكانكم فاضي، بمعنى ان انتوا ما تستسهلوش وتسيبوا الحاجات اللي عليكم والحاجات المفروض ان انتوا تعملوها لنفسكم وتروحوا تعملوا حاجات انتوا مش ملزمين بيها ولا هي واجب عليكم ولا ده وراكوا اصلا، لمجرد بس ان انتوا بتعملوا كده بس علشان تحسوا ان انتوا ناس معطاءة وان ده بيحسن صورتكم قدام نفسكم. بس في الحقيقة انتوا بتهربوا من الحاجات اللي المفروض تعملوها لنفسكم. يعني ما تعملش كل حاجة الا الحاجات اللي مطلوبة منك، الحاجات اللي عليك. ما تبقاش على طول بتعمل حاجات تطوعية، حاجات اصلا مش من دورك، حاجات اصلا مش من اختصاصك، حاجات مش المفروض ان انت اللي تعملها بس لمجرد علشان تحس ان انت شخص معطاء. ولكن في الحقيقة دي مجرد هروب من مواجهة نفسك، من اللي انت مفروض تعمله لنفسك. بتهرب من ان انت تواجه نفسك ان انت مقصر في ناحيتها. انت المفروض تحس ان انت مقدر وقتك وان نفسك دي ليها حق عليك، بدل ما تستسهل وتروح تعمل حاجات ولا هي من دورك ولا انت ملزم بيها اصلا. ولازم تعرف انت عايز ايه الحاجة اللي انت عايز توصل لها، ايه الهدف اللي عندك. حتى لو انت مش عارف دلوقتي جرب عشان تعرف ده. لان خلي بالك الانسان لما بيبقى مش عارف هو عايز يعمل ايه بيبقى سهل قوي، سهل جدا ان حد يستغله، سهل جدا ان هو ينساق ورا الاخرين، وسهل جدا ان هو يشيل فوق طاقته ويعمل حاجات تطوعية تتحسب عليه بعد كده انها بقت من مسؤولياته. ولازم تتعلم ان انت تقول لا، لان انت لما بتقول على حاجة مش مناسباك لا، ده معناه ان انت بتقدر نفسك، مش انانية ابدا. لان الانانية دي معناها ان انا اعمل اللي انا عايزاه بغض النظر بقى اللي انا بعمله ده هيضر غيري ولا لا. لكن لا، انا بعمل اللي في مصلحتي من غير ما اضر غيري. انا اقول لا علشان اقدر وقتي وعلشان ما حسس الناس ان انا عندي وقت فاضي. لان انت لو حسست اللي قدامك ان انت عندك وقت فاضي كتير حتى لو دي حقيقة، فبالتالي اللي قدامك هيستغل الوقت ده. انت الوقت ده انت مش ماشي بتوزعه على الناس كده، الوقت ده موجود علشان انت تعرف نفسك فيه كويس، وتعرف انت المفروض تعمل ايه فيه كويس، وتعرف انت عايز تعمل ايه في الوقت ده، وتجرب فيه حاجات كتير لحد ما تكتشف انت عايز تعمل ايه. النقطة اللي بعدها وهي انكم ما تسمحوش لحد ان هو يقلل من قدراتكم. يجي اللي قدامك ويقولك انت ما تعرفش تعمل كذا، هو انت تقدر تعمل كذا، هو انت تعرف تعمل كذا. الكلام ده مؤذي جدا، وبيخلي الواحد يحط احكام مسبقة على الشيء من قبل ما يجربه اصلا. مع ان ممكن هو لو جربه يتفاجئ بنفسه، يتفاجئ ان هو بيكتشف ان هو بيعرف يعمل حاجات كتير، يتفاجئ بحاجات انها موجودة في نفسه. في ناس لما بتتحط في مواقف معينة او في تجارب معينة بتتفاجئ جدا بنفسها وبتعرف حاجات عن نفسها هي ما كانتش تعرفها. فالفكرة ان انت ما تسيبش حد يقلل من قدراتك، لان ده بيخليك تحكم على الشيء من قبل ما تجربه، وده شكل من اشكال تدمير الذات. النقطة اللي بعدها وهي ان انتوا ما تتعاملوش مع نفسكوا على ان انتوا لوح ازاز كده خايفين ان هو يتكسر من اقل حاجة. يعني بالمعنى كده ما تفضلوش تجنبوا نفسكوا المشاعر السلبية من كل حاجة، خايفين تجربوا كذا لحسن تفشلوا، خايفين تعملوا كذا لا تخسروا، مستحملين حاجات محدش يستحملها ابدا عشان خايفين تبقوا لوحدكم. ساعات والله المشاعر السلبية دي بتبقى حاجة ضرورية جدا عشان الواحد فعلا يتعلم حاجة في حياته. انا بدون اي حاجة سلبية حصلت لي في حياتي عمري ابدا ما كنت هتعلم حاجة في حياتي. انا حاليا بقيت متقبلة مشاعر الاحباط جدا، لان انا بقيت شايفة ان دي حاجة انا بتعلم منها، وان دي حاجة هتخلي عندي خبرة، لان انا كل مرة هتجنب الحاجات اللي انا عملتها غلط قبل كده. فبالتالي مهم جدا ان احنا نتكسر عشان نتعلم. وبس كده حبايبي، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. باي باي.